المشاهدين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. تحية خالصة لكل الجمهور الوفي اللي كيتابعنا. بالنسبة لموضوع حلقة اليوم هو يعني المشكل المغربي الجزائري، وهذا الصراع اللي هو قائم منذ أكثر من 50 سنة حول الصحراء المغربية، يعني وتدخل الجنرالات والرؤساء المزعومين في هذه القضية الوطنية المحضة اللي ميمكنش يعني يتخلى عليها المغرب ونتخلاو عليها نحن كمغاربة. بطبيعة الحال أنه الشعب الجزائري سقط في واحد الفخ، هذا الفخ ديال الرئاسة الجزائرية اللي ديما كتحايل عليه وديما كتورطو في مسائل ما عنده بها لا ساس لا راس. من بين هاد المسائل المشكل ديال الصحراء المغربية، يعني شوفوا كيفاش يعني خلاو ان الجزائري كيدافع على اراضي ماشي ديالو، ولو ما عرفاش يوصل لها الامر يعني يقدر يضحي براسو كاع باش على واحد الارض ماشي ديالو. يعني اش كيديروا ليه؟ بحال كيدير ليه واحد التنويم مغناطيسي، يعني نسى الخيرات ديال الجزائر، نسى شكون اللي شاد الجزائر، نسى المستقبل ديال الجزائر. واشنو نديروا لك؟ نقمصوا لك كل شيء في ان المغرب هو سبب هاد المشاكل اللي كيعيشها الجزائر وكيعيشوها الجزائريين. وكاين واحد الفئة في الجزائر اللي هما تبارك الله عليهم واحد الفئة مثقفة واعية وعارفة هاد الامور، وكتقول ان المشكل ديال الصحراء ما عندناش به يعني شي غرض، لانه كيدي الثروات ديال الجزائر اكثر ما تيخدم المصالح ديالها. وهنا كنبقاو دائما يعني كنحطوا واحد التساؤل: واش مازال الجزائريين ما بغاش يفيقوا من السبات ديالهم؟ واش مازال ما بغاش يسولوا على الثروات ديالهم المنهوبه فين مشات؟ واش مازال ما عرفوش بلا ان هادوك اللي كيدافعوا عليهم راه باين، راه كلشي واضح وباين، راه البوليزاريو وديك الشير ديما اللي كتدافعوا عليها يعني شنو خلقاتها الجزائر في واحد الوقيته ناضت هذيك من خلال هذيك الوقيته فاش تخلقات الان. يعني راه تبناو دول ازدهرات ودول مشات يعني مزيان وبدو هذيك، والجزائر مسكينه بقات كتدافع على واحد الوهم. ودائما هذوك الرؤساء اللي كيطلعوا يعني ما كيلقاوش شي حاجه باش خصهم يدهيو الشعب ديالهم، يعني باش ما يطالبوهمش، باش ما يكونش حراك، باش ما يكونش كذا. دائما تيقول لهم ان المشكل ديالكم هو المغرب، عوض ما يقول لهم ها المشاكل ديالنا فين كاينه، اننا تبعنا واحد تقويم هيكلي ما نجحش لينا، درنا مهم بزاف الامور اللي خصها تقال والحقائق اللي خصها تكشف عليها ما كتكشفش عليها. الجزائر كتخلي دائما الوهم ديالهم معلق على ان اسباب عذابكم هما المغاربه. وبالفعل هنا من خلال يعني التتبع ديالنا مجموعه من الشبكات العنكبوتيه مثلا تيك توك وكذا، هذه كنلقاو ان الجزائريين مساكن ماشي الاغلبيه، بعض الجزائريين عندهم واحد العقده، وكاين منهم اللي كينادي بالحرب، يعني خصو يدخل في حرب مع المغرب. يعني ولاو واحد المنصات اللي هما كنقولوا ديال الكراهيه والحقد، وما نساوش الناس اللي بغاو يتغناو يعني من هاد المنصات وكيدبروا على رزقهم. يعني ماشي معقول تدبر على رزقك بديك الطريقه، ديك الشحناء وديك البغضاء، واننا نديرو اننا نمرو وان كدا ونسبو، شي ما معقولش. يعني
عارفين اش كنديرو. المغرب عنده حنكه وعنده سياسه من قديم الزمان، هي سياسه الملوك اللي ميمكنش غادي نقارنوها بواحد السياسه ديال رئيس الدوله كيكون ما بين وليله وضحاها. راه ما عرفش الاصل ديالو تا هو جزائري قح، هو جاي من شي بلاصه اخرى. كما ان اغلب رؤساء الجزائر ملي كيجيو غير من المغرب. يعني الا جينا نقلبوا على جزائري واحد اللي يشد الحكم كنلقاوه قليل بزاف. يعني هاد الاشكاليه خص بنادم يهضر عليها اول حاجه، خصوصا يعني في الجزائر. وهاد العقده ديال الرئاسه اللي عندهم وديال يعني كما كتشوفوا يعني كل شيء كتحاول الجزائر تنسبوا لراسها، يعني من زليج من يعني تراث قديم ديال المغرب، من يعني كل شيء داكشي اللي هو ديال المغرب قح كتحاول الجزائر تنسبوا لراسها. علاش؟ لان الماضي ديالها ما عندهاش ماضي عريق. هنا كما كانوا يعني شدوها الاتراك، حيث الاتراك يعني شدوها عاوتاني الفرنسيين. يعني هنايا كتبان لنا ان الجزائر مسكينه ما بقاش عندها شي حاجه ديالها، الهويه ديالها ديال شحال هادي طمسات. يعني الا بغينا نرجعوا للتاريخ ديالها خصنا نرجعوا لواحد التاريخ ديال 1200 مثلا حتى 1000 سنه. يعني ممكن واحد 10 القرون ولا كذا هادي نهضروا ديك الساعه على تاريخ ديال الجزائر كيفاش كانت. اما حاليا فهو كلشي داكشي اللي كنشوفو فهو مستورد، وهنا كيبقى فيها الحال، لان معلوم يبقى فيها الحال، لان اي جاره ما تبغيكش تشوفك يعني انت لاباس عليك. يعني داك الحقد الدفين كاين وملموس، وخصوصا عند كما كنقولوا الجاره الجزائر. المغرب ديما كيكون سباق يعني باش يعطيها يد يعني ممدوده باش تقام يعني تعاون وما الى ذلك، وبزاف الامور اللي خصنا نكونوا يعني متحدين فيها وكذا. والا ان فاش كيجي شي رئيس جزائري كيلعب على الوتر الحساس اللي هو العلاقات المغربيه الجزائريه، ديما كاينه هادي واحد القطيعه، وواحد اننا سبابنا في المشاكل ديالنا هما المروك داروا لينا، المروك فعلوا لينا، وكينسى يعني اشنو كاين، لانه راه المصلحه ديالو تبقى هاد العلاقات دائما مقطوعه، ودائما يبقى المشكل بحال ما هكايا. علاش؟ باش هما ديك الطبقه المستفيده تبقى ديما مستفيده. الجنرالات يعني كيستافدوا، كيجيبوا واحد كما كنقولوا خرده ديال المعدات والاجهزه ديال الحرب، يعني كيخليها ديك الاسلحه وداك العتاد ما صالح لوالو. كيشدوا الخرده من عند واحد الدول اللي هي مثلا روسيا ولا كذا هادي، وكيشدوها كيخسروا فيها ملايير الدولارات، والشعب الجزائري مستحق لهذوك الفلوس. كيشدوهم وكيحطوهم وكيقولوا راه شي نهار غادي نديروا حرب مع المغرب، وراه حنا غادي ندخلوا وغادي نديروا الحرب. من هنا لقدام مبقاتش حرب اللي هي كما كتعرف، هي حرب سياسيه، حرب دبلوماسيه، وحرب الكترونيه متطوره. اما داك الخرده وداك الشيء يعني كله دابا راه ولا الطياره مسيره تقدر دير لك كاع القواعد العسكريه فين ما كنتي تطردهم. حتى عندك مثلا شاري طائره من امريكان ولا من روسيا ولا من كذا، يعني كاينين وسائل اللي تقدر يعني طيح لك كاع دوك الطياير. يعني الحرب من قدام مبقاتش واحد الحرب ديال تقليديه خصني نهز السلاح ونمشي نحاربك وتواجهني ونواجهك. يعني من العقر داري نقدر نحتل يعني اي دوله. وهادشي النظامات ديال الجزائر وكذا وهادي ما عارفينوش، اللي عارفينو ما غير واحد الطريقه ديال انني خصني نشري، خصني ندير، خصني نفعل، والامور راه غاديه هكاك تالين الى ان يرث الله الارض ومن عليها. وهنا اللي هو عارف شنو كاين ان الجزائر
دات يعني مراحل ديال انها غادي تعرف واحد الانقسام. هاد الانقسام والمسؤول عليه كما كيقولوا هما اننا حنايا مدينا يدنا للصهاينه ومدينا لكذا. اخويا لقينا الخير في الصهاينه، ما لقيناش فيكم نتوما كجزائريين، ما لقيناش في الرئاسه ديالكم، ما لقيناش في شي واحد في الجزائريين ينوض يقول كلمه الحق ان المغرب راه عاون خلال فتره الاستعمار اللي كانت الجزائر كلها يعني مرده. المغرب هو اللي مد يد المساعده، وكان دائما هو الوحيد اللي ينادي بالاستقلال، وفي الاخير كما تقولوا داك الخير اللي كنديرو كيرجع بوم زوين. شنو دارت الجزائر هي اننا خصنا نخلقوا واحد الكيان وهمي، وخصنا نقسموا المغرب، وخصنا، وهذا هو المشكل. اننا كنقول لكم اننا يعني هاد الدول اللي كتقولوا انها درتو اليد مع اسرائيل ودرنا ما لهم نديروها مع اسرائيل، لاننا حنا دابا كدول عربيه ولا كذا هذه مرحله ضعف، مرحله ديال الضعف كتحتم عليا اننا ندير يدي مع ايا كان باش نكون قوي. ما زدتي ما كتصنع سلاح لراسك، ما زدتي ما كدير مطيشه لراسك، بطاطا كيصدروها لك اليهود، التمر تيصدروه لك هكاك، كتقول انني نولي قوه ونولي كذا ونحارب وندير ونفعل. ما يمكنش. يعني لو كان هاد الرؤساء ولا هاد الناس اللي شادين زمام الامور في الجزائر كيفكروا مليح كما تيقولوا، فهم غادي يعني يديروا واحد السياسه ديال الدبلوماسيه رشيده. يعني كيفاش دبلوماسيه؟ مو واحد الدبلوماسيه اللي فيها نوع من المرونه ونوع من الهدوء، لاننا قدام واحد نظام عالمي اللي ما يمكنش تخرج على السيطره ديالو. النظام العالمي هو حاكم العالم، يعني كل شيء. يعني باش ما بغيتي في الاخر الا ناض شي واحد مثلا بغا يدير شي طريقه ديالو راه غادي يجرى ليه اللي كيما جرى لبزاف الدول. راكم كتشوفوا راه مازال يعني دول اللي التبعات ديال التدخلات العسكريه اللي تقامت عليها غادي تبقى واحد 100 سنين. وهذا الشيء ما كيشوفوش الجنرالات والرؤساء ديال الجزائر، كيشوفوا غير اللي بغاو، كيشوفوا لا نتوما متصحينين درتو باغي نصحيو. سيدي من حقنا هذا قرار سياسي ديالنا وسيادي ديالنا، ما غاديش ندخلوا في السياده ولا في السياده ديالكم. عندنا صحراء ديالنا، عندنا امور ديالنا كنضبطوها، عندنا دبلوماسيه ديالنا خدامه، عندنا يعني بزاف الامور. حتى الخريطه ديالنا راه معروفه منذ الاف السنين. والمغرب راه ماشي المغرب تبارك الله راه واحد القوه اللي هي ضاربه في التاريخ، ما يمكنش نهضروا عليها، يعني العالم هو اللي كيهضر عليها. والجزائر كما كتشوفوا كما كيقولوا طويل وخاوي وشطاب القهاوي. هاد النموذج هو مطبقينو على الجزائر. الجزائر دولة كتبان لك كبيرة قداك الخلا، وباغا الصحراء وباغا كدا هادي، واشنو كدير لهاد المساحات اللي عندك؟ هذا هو السؤال المطروح. اشنو درتي؟ اشنو عطيتي للجزائريين؟ واش عايشين بحالهم بحال الامارات؟ عايشين بحالهم بحال السعوديه؟ كيفاش عايشين في القهر والذل والخضوع، وما كاين حتى حاجه والو. راه هادشي اللي بان لينا يعني ان كون كانت يعني فيكم الفرح غير من ديك الشبر ديال الاراضي اللي يكون عندكم راه ديروا به الطايله كما يقولوا. لكن نتوما يا غير خلات فرنسا يعني تسعات على المغرب، تسعات على موريتانيا، تسعات في الجنوب. كانت فرنسا كون شدات شمال افريقيا كامله بسبب الجره ديالكم تلاح المغرب. المساله ديال الاستعمار لانه فاش جا عبد القادر الجزائري فار من الجزائر للمغرب راه بسببكم باش تعرضنا للاستعمار. ما تحبتي شكون اللي كدادي، ولكن حنايا تنديرو الخير ما يطرى باس كما تيقولوا. درنا الخير ولكن رجع لينا بوم زوين. وهكذا كتشوفوا حنا الجنرالات في مصلحتهم كما قلنا
بقاو دائما عندهم هذا الجانب ديال انهم يشريو السلاح ويستغلوا الشعب الجزائري باش معمرو يفكر قدام ويعرف شنو فين كيمشيو الثروات وشنو الجزائر المستقبل ديالها. الجزائر الا شناها ما بحال شي دوله باقا في الخمسينات، يعني كتعيش على نظام اشتراكي كما قلنا ديال دوك الدول اللي باقا مسكينه في الخمسينات، يعني حتى التطور ديالها ولا كذا جد بطيء بزاف، يعني لا صناعه لا فلاحه لا عندهم واحد غاز خدامين عليه كينصوا فيه شركات عملاقه بالمقابل يحافظوا على المصالح ديال الرئيس وديال الجنرال باش ميتقاس، وغادي هكذا دواليك انت غادي يعيقوا ويفيقوا الجزائريين الله اعلم. من بين الامور اللي هي جديده في المنطقه هو ان ناض هذا النظام الجزائري قال لهم سيدي حنا غادي نديروا واحد ثلاثي اللي هو يحيدوا كاع يعني لي ليميتير يعني لي فرونتيير، يعني باش يكون عندهم واحد اتحاد ديال دوك ثلاثه الدول، وهاد ثلاثه الدول كيعيشوا على واحد الحلم ديال القوميه العربيه وديال داكشي اللي جرى يعني في الستينات وفي السبعينات، يحاولوا يمجدوه ويحاولوا يطبقوه ويديروه يعني ثانيا، ونساو شنو داز عليهم، نساو شنو داز على دوك الرؤساء ديال اللي كانوا بغاو يطبقوا هادشي وبغاو يديروا هادشي. يعني اغلبيه ديالهم كاين اللي تقتل، كاين اللي باقي الان المصير ديالهم ما معروفش بسبب انك بغيتي تعارض وبغيتي دير واحد الاتحاد اللي هو مزيون. اول حاجه اللي كيفكر فيها يعني باش يكون اتحاد هو تكون عندك يعني واحد استراتيجيه، ماشي غير تجي صافي من غدا غادي ندير واحد الاتحاد ديال دول المغرب مثلا العربي. هو دول المغرب العربي شحال من عام وما استطاعوش باش يتحدوا، ما استطاعوش باش علاش؟ لان الامور ماشي كتبقى ديالك، الامور هذه ديال منتظم دولي ديال بزاف الناس اللي شادين القرارات السياسيه واللي شادين، يعني هما اللي تيقولوا اشنو خصك دير. اما باش تجي واحد الصبحيه وتقول لهم انا غادي نعلن على اتحاد، راه يعني بحال كتزرف دوك الدول المساكن بحال ليبيا. شنو الذنب ديالها في هذا الصراع وهذا التخربيق وهذا الشيء؟ ليبيا دولة مسكينة يعني كنشوفوها مازال خصنا نعاونوها كدول، يعني ما ندخلوهاش في متاهات وفي حروب. تونس كذلك واحد الرئيس اللي عندها جاي حتى هو باقا عنده عقلية ديال القومية العربية وندير ونفعل ونزعتر وكذا وهادي، راه هداك الشيء راه اكل عليه الذهب وشرب. راه تبغي دير شي حاجه راه طياره مسيره من الفوق وفد ديالك باق تفرقعتي تمشي تضيع الله يعاون. مادام ما كتصنع السلاح ديالك وما كديرش يعني كما كنقولوا واحد باقا عندك تبعيه اقتصاديه لدوك الدول، يعني راه ما عندك حتى حاجه والو. راك في خبر كان راه كيما داروا القذافي وداروا بزاف د الرؤساء ساهل باش يديروا ليك، ماش كيديروا كيسرحوك كيخليوك يعني تمشي ويشوفوك كيفاش هادي مزيان في الاخر يديروا لك واحد التفرقيعه نايضه وانت دبرت عليها كما يقول. علاش؟ لان انت كتسحب راسك واش في الزريبه، كتسحبش راسك راك نتايا في الدول وفي قانون دولي وفي انك اي حاجه كتبغي ديرها راها كتكون يعني باستشاره، كتكون بامور اللي هي عندها علاقات بالجهات الكبرى واللي شاده العالم كون هو زريبه وسيبه. كلها ما خلاهم ما داروا هذوك مثلا غير الجماعات الارهابيات ما عرفتش فين واصله، ولكن العالم دائما عنده قوانين ديالو، عنده التزامات ديالو، عنده مسائل اللي ما يمكنش يخليك تفوتها. هذوك لي ليميت يقدر يخليك مثلا واحد الوقيته كذا كذا كذا، ولكن نهار تقاني ليه عليك راك غادي تمشي في حالتك. لهذا الموضوع ديال الحلقه اليوم راه واحد الموضوع اللي هو
حساس ما بيننا وما بين خوتنا الجزائريين. تنقولوا الله يهديهم، والطبقه المثقفه ديالهم يهضروا على راسهم، وحتى هما الناس اللي واعيه وعارفه يعني المصير ديال الدوله تهضر على راسها. المغرب الحمد لله نتوما كتشوفوا راه في تقدم، يعني الحمد لله الملكيه ديالنا كتخدمنا بواحد الشكل اللي هو كبير. يعني دارت يعني امور اللي الحمد لله عليها، امور كبيره دارت في المغرب وتطور كبير غادي. يعني الامور كما نقول مزيان، كنشوفوا راسنا غادي نتطور من احسن لاحسن. مثلا ما نبقاو نقولوا اننا كذا وهذه وهذه، الحمد لله يعني الامور ديالنا راه بخير. هاد التغطيه الصحيه، هاد الامور اللي هي الاجتماعيه كدار، زياده على ذلك الاصلاحات والاوراش الكبرى، الملاعب، يعني الميناء، المطارات، بزاف الامور اللي دارت في المغرب. الا جينا نهضروها في هاد العشر سنوات الاخيره، راه دوله اخرى دارت في المغرب بسبب الاصلاحات والاوراش اللي كيقوم بها الملك، لانه هو الراعي الرسمي ديال المملكه، وهو اللي كيعرف يعني مكامن الخلل والضعف ويدير الاصلاحات. بالنسبه للوزراء ولا كذا يعني الحمد لله يعني الامور راه غاديه مزيان. ولات عندنا حنايا واحد الامور اللي ما يمكنش نبقاو ساكتين عليها، ممكن نهضروا عليها كتشونجا. يعني حنا عندنا برلمان، عندنا مؤسسات دستوريه، عندنا يعني دوله قائمه بالواجب، يعني الحمد لله عليها. اما الجزائريين المساكن فكنشوفهم مازالوا في التخلف، مازالوا في واحد يعني من خلال غير ممكن نشوفوا غير شارع تيبان لك بالازبال باقا، تيبان لك يعني ترونسبور والو، تيبان لك غير وما ما كاينش دوك البلايك ديالهم باقيين ديال فرنسا، باقيين صفرين. يعني ما استطاعتش دير ولو غير قطاع اللي غادي يهيكل لك ويدير لك غير بلايك في شكل اخر ميبقاوش تابعين لفرنسا. حتى الرؤساء يعني الدوله الجزائريه ولات دائما كتعتمد على المغرب باش تشد منهم الرؤساء، باش الاغلبيه بحال بوتفليقه، بحال بزاف الرؤساء اللي دازو كانوا اصولهم مغاربه. هكا يعني طامعه فينا نصدروا لها رئيس اللي غادي يحكمها مغربي ثاني. علاش؟ باش معرفش يعني هكذا هما. وهذا الشيء يعني صعيب الا جينا نهضروا فيه. ورا واحد الموضوع اللي ممكن نبداوه وما غاديش يسالي. علاش؟ لان الامور ما بيننا وبين الجزائريين كنشوف انه غادي لواحد متاهه. وهاد المتاهه شكون سببها؟ سببها هما يعني اللي شادين الرئاسه الجزائريه وكذلك الجنرالات، لانهم كيدقوا البرال للشعب ديالهم باش يبقى ديما عنده واحد الحقد والكراهيه للمغاربه، بينما ان المغاربه راه ما عندهم لا ناقه ولا جمال في المسائل اللي كتجرى لهم. والامور اللي باينه واضحه، يعني انتم كتشوفوا يعني درابو ديال المغرب مثلا ما خصوش يترفع عندهم، الخريطه ديال المغرب ما خصهاش ترفع. اذا انتم ما عندكمش المشكل مع، عندكم مشكل حقيقي مع الجزائر. يدب عليك شي واحد يقول لك عندنا مشكل مع البوليزاريو ولا مع شي دوله اخرى، ولا المشكل حقيقي مع القيادات بالاخص ديال الجزائر. هاد القيادات اللي كما قلنا بغات تدخل ناس اخرين اللي هي تونس وليبيا في واحد المسار وواحد الامور اللي لا يحمد عقباها، بغا تدخلهم في مسائل اللي هي كبيره عليهم، اللي بعيده عليهم. ربما انهم يكتفيوا غير بالمشاكل الصغيره ديالهم، مسائل اللي هي مقابل يعني يوفروا غير المأكل والمشرب للشعوب ديالهم، وتولي مدخلاهم ومخنقاهم في امور سياسيه كبرى. لان هذا الشيء راه العالم كامل يعني كيعرف الحقيقه. وشحال من دول قليله اللي بقات ما معترفاش بالصحراء المغربيه، وهاد الدول اغلبها مازال يعني ما المسائل ديالها يعني ما كاينش عندها واحد السياده على اراضيها. والا كاينه شي مهم امور اللي هي كنقولوها دائما كاين تحريض، كاين واحد
عصابة ديال المجموعة من عصابة ديال واحد المجموعة من الجنرالات اللي كتقول دائما انها خاصها تدخل في الشؤون المغربية، وان دائما العرقلة ديال المغرب، دائما كتقول ان المغرب خصو يبقى كدولة فقيرة عندهاش حاجيات هكذا، باش هما يبقاو يقولوا للجزائريين ها نتوما شفتوا المروك راه ما عندهمش كذا، شتي المروك راه ما عندهم، بينما ان المغرب راه تبارك الله خيرات، كل شيء يخرج للسوق، تاكل تشرب، يعني اللحومات كل شيء موجود، يعني كل شيء ما خصنا حتى خير، الامور كل شيء غادا مزيانه وبخير وعلى خير. هي الامور ديال الصحراء، حنا راه الصحراء مغربيه وديما تبقى مغربيه، ونقدروا ندافعوا عليها بدماءنا والدم ديالنا وديال الاولاد ديالنا، لان شبر الوطن ميمكنش نزيدو عليه، الوطن كيبقى ديال الجميع. اما الجزائريين فهم كيطالبوا بحال شي حاجه اللي هي بعيده المنال، كيقولوا ربما واحد النهار راه حنا غادي نزيدو من بعد عطيناكم الصحراء، تفرطوه درتو طايله بالجزائر اللي قداش نحسب الله غتزيدو ثاني الصحراء يعني نتو هاد الناس اللي شادينكم يحاولوا ما امكن يوفروا لكم غير داكشي اللي عندكم. راه الجزائر راه تبارك الله قداش شاده في افريقيا، راه تتبان كبيره، وسباب الكبار ديالها فرنسا هي اللي استطاعت انها تكبرها ودير لها يعني الشان، بعد ما كانت مسكينه والو، يعني دويله من بين الدويلات الان راه غادي تبدا تقسم وتقلص حتى تتبقى غير واحد شويه، لانها خرجت على المنتظم الدولي وكدير داكشي اللي في راسها. وجاو واحد الرؤساء اللي هما ولد البارح، يعني ما معروفينش، كانوا غير ولاد يعني ممكن الزنقه ولا منين جايين الله اعلم، وغادي يبداو يديروا سياسات ويبداو يديروا خطابات ديال الكراهيه، انهم هادوك من هنا لواحد الوقيته ممنوع غادي يبقاو هنا. سيادة تنقول لكم الى اللقاء، تنضربوا لكم موعد في حلقه قادمه، وما تنسوناش من البارطاج لي لايك، وكنقول لكم شكرا على اي مثلا مداخله درتو ولا اي تعليق درتو، فهو ايجابي كيف ما بغى يكون الحال، واي موضوع كيبان لكم هو مثير للاهتمام ممكن نناقشوه بواحد الشكل اللي هو اكاديمي. وشكرا لكم، وكنقول لكم تبارك الله عليكم، والى لقاء قريب ان شاء الله.